واحد بقى يقول لك قفشه ده جدع، ده قفشه ومش عارف ايه. ليه بعض البساط اللي اثرت نوعا ما على الهجمات للاهلي، وكانت سبب في ان الاهلي كان بيفقد الكوره كتير في مناطق التحضير، لكن في النهايه هو عمل الجزء الثاني، هو انه لما كان بيفقد الكوره كان بيأدي لك دور دفاعي على اعلى مستوى. هنا الكوره اتخطفت من ديانج، بص قفشه معايا وبص شيكابالا سند الكوره وبدا شيكابالا يتحرك في قلب الملعب. بص معايا محمد هاني بعيد، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم واقفين غلط، اليو ديانج هو اللي فقد الكوره دي لو اتمررت لشيكابالا ومفيش قفشه، كل سنه وانت طيب، لكن قفشه نزل ورجع مع شيكابالا لقلب الملعب هنا من جوه منطقه الجزاء، بيسبق شيكابالا وبيحطه في ظهره وبمنتهى الثقه بيوقف الكوره وبيمنع هجمه خطيره للزمالك. تاني هنا قفشه مرر الكوره لتاو لكن مررها له ضعيف فاتخطفت من لعيبه الزمالك. بص قفشه نزل على حدود منطقه الجزاء بيشاور لياسر امسك ابراهيم نداي عشان انا امن ظهر هاني. هنا مجرد ما شيكابالا استلم بدا يفكر على طول في نداي، اللعبه المتفق عليها، لكن مع قفشه بيفتك الكوره جوه منطقه جزاء الاهلي.